السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني من الفيديو اللي فات. بحبكم في الله، ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم حبايب قلبي. النهارده بقى كده بصوا، الجو جميل اهوت. احنا بعد العصر كده حوالي الساعة 6 بالظبط. الجو تحفة يعني، يا دوب الشمس بصوا بدأت اهي غطت نص المكان وباقي النص. فقلنا بقى عشان اطلع نقعد بره القعدة بتاعتنا كالعادة اللي احنا بنصور فيها. انا ما بعرفش اصور غير بعد العصر عشان خاطر الشمس بتبقى مغطية المكان كله. بتبدأ ان الشمس يعني يا دوب بعد العصر كده على الساعة 6 تبص تلاقي كده ضللت كده زي ما انتم شايفين كده. قلت بقى كنست الحته زي ما كنا شايفين، عشان انا قلت لكم المكان ده انا بحب اصور فيه وهيبقى هو مكاني المميز في التصوير. فقلنا ننضفه بقى، كنسته ورشيته زي ما انتم شايفين كده. نضفت شويه الورق اللي كانوا فيه يعني، وكنسته حلو كده، ورحنا رشينا عشان الرمله دي تهبط شويه وفي نفس الوقت تجيب طراوه علينا. انا ما بحب اقعد كده، عشان كمان لما اجي اصور معاكم حاجه واحنا بنعمل اكل او حاجه، التراب بس ايه لو في هواء او حاجه التراب ما يجيش على الاكل والحاجه. فانا بهبط الرمله دي بشويه الميه اللي انا برشهم عليها. ده شويه الزرع اللي انا بقول لكم عليهم. انا جبت كام عود نعناع كده تقاوي من الارض بره، كان عندنا كنا زارعين فيها نعناع كتير. فجبت كام واحده نعناع كده من التقاوي بتاعها بالجذور بتاعتها، وعملت لهم مكان زي ده كده وحطيتهم زرعتهم بقى لهم اسبوع كده اهو. بدا ان هو يطلع اهو بسم الله ما شاء الله. وكام نخله طالعه فيهم كمان. ان شاء الله احاول ان انا بقى اوضب مكان، احاول ان انا اوضب مكان حلو كده بقى ان شاء الله هنا جنبينا برضو في الحته اللي احنا فيها دي، ونزرع فيها شويه ملوخيه على شويه جرجير على شويه كزبره وخضره كده بامر الله. اشوف الفاس واجيبهم، ويكون يوم كده الجو مطر فيه كده بعد العصر، واحاول ان احنا ايه نعمل كده ان شاء الله بامر الله يا رب العالمين. نزرع مع بعض بقى ونشوف ونحاول عشان تبقى الحته جنبنا طراوه وحلوه كده يعني. نحاول ان احنا ايه نظبط الامور مع بعض ان شاء الله. احنا بقى رحنا الارض بتاعت الليمون. طبعا انا مصوره معاكم شجر الليمون كله في الارض، والارض انتوا شفتوها كانت عامله ازاي بسم الله ما شاء الله. بصوا الليمون، بصوا يعني هي دي يا دوب يعني من فرعين في شجره. يعني دي شجرة مش كاملة، من فرعين بس فيها. يا دوب احنا كده خبطناها عشان طبعا بيبقى كله شوك، وما بنعرفش ان احنا بقى عشان نجيب الواحدة كده يبقى مش هننجز النهاردة. مسكنا خشبة كده وخبطنا على الشجرة. نزلت شوية الليمون دول، فقلت خلاص ناخدهم عشان نخلل منهم الكبير والمصفر. هحاول ان انا ايه اسيبه استعمله، والحبة الصغيرين اللي هتبقى صغيرة يعني وخضرة قلت ايه هناخدها ونخللها مع بعض ونعملها بقى ايه مخلل الليمون كده في برطمان صغير على قدنا. مش هنكتر يعني علشان خاطر ايه يتاكل، وعشان الجو حر برضو، وعلشان خاطر ما يشربناش ميه كتير. بصوا الليمونه بسم الله ما شاء الله، لو مسكتوا الليمون هتلاقوا حجمه. بصوا لو الكاميرا موضحه اهي، بصوا حجم الليمون بسم الله ما شاء الله. يعني نادر قوي لما هلاقي فيه صغير، هحاول ان انا اصطاد الصغير قوي اللي مبقاش فيه ميه، وهسلقه نص سلقه كده. مش هسلقه يعني ايه يعني مش ههريه في السلق، هسلقه نص سلقه. واحاول بقى انا بعمل له فلفل احمر كده، بجيب فلفل احمر من السوق اللي هو الحراق ده، شويه الشطه، وهفرمه في الخلاط، وبعمل الملح والميه بس، ما بزودش اي اضافات تانية غير كده. والليمون انا بسلقه السلق العادي بتاعه. ده الغدا بتاعنا النهارده. عملنا كده سندوتشات العيش اللي هو السوري ده. جبنا منه كيلو. الكيلو عندنا هنا بحوالي 32 جنيه. جبنا كيلو عيش سوري، وحمرنا بطاطس، وكان عندنا صدر فرخه عملناه بانيه كده. طلعنا من الفريزر وتبلناه، كنت حاطاه متبل يعني في الفريزر، وعملناه بقى بانيه وحمرناه هو كمان، وحمرنا شويه بطاطس وشويه كاتشب. وكان عندي بواقي جبنه موتزاريلا على جبنه رومي. حشينا فيه في قلب العيش من جوه كده، وعملنا السندوتشات وقلنا هنتغدى النهارده. وطبعا عامله لهم كركديه في البيت طبعا، عشان احنا ما بنجيبش الحاجه الساعه طبعا، عشان خاطر المقاطعه، وعشان خاطر الهشاشه في العظام، وعشان خاطر حاجات كتير. مفيش احسن من الحاجه الطبيعيه. وكمان الكركديه انا بحبه عشان الضغط العالي بيظبط الضغط. فانا زي ما بقول لكم كده بعمل لي ازازه بتبقى خفيفه سكر خالص، وبعمل للبنات ايه سكر مظبوط. جبت بقى الكركديه كان متلج في الفريزر، وقلنا كل واحد ياخد له كوبايه كده بقى مع الغدا، وكل واحد سندوتش، ونقعد نتغدى. وانا ايه قبل ما اتغدى غسلت الليمون معاكم بالخرطوم، وقلت ايه احاول بقى ان انا ايه انقي الليمون الصغير من الكبير، واخد الصغير علشان ابقى اسلقه في الحله دي، وايه واحاول ان انا بقى ايه اعمله واحطه في برطماني يعني.
في ناس بقى تقول لك لا ما اعرفش، تنقعيه 3 ايام وتحطيه ما اعرفش. انا ما بعملش كده خالص يا جماعه. انا باخد الليمون اغسله زي ما انتم شايفينه كده، وهنقي الليمونه الصغيره، وهروح جايه حط عليها ميه وهغليها على النار، تتسلق كده على النار قد يعني تغلي قد 10 دقايق كده على النار ولا حاجه، وبطفي عليها النار. هسيب الميه بتاعتها لما تهدى، وبعد كده بروح جايه دلقه الميه، بدلق الميه بتاعتها الممرره دي، واغسلها تحت الحنفيه بميه عاديه خالص. ما بنقعش 3 ايام ولا كل يوم اغير الميه ولا الكلام الفاضي ده خالص. اعملي الطريقه دي وهتدعي لي، هتلاقيه بصي طعمه تحفه تحفه تحفه. هتظبطي بقى الملح انت بقى، اهم شيء ظبطان الملح والفلفل الاحمر، الدقه اللي انت هتعمليها. الفلفل الاحمر دوت، الفلفل كتير في السوق. هتجيبيه بقى، يعني مش شرط ان هو تجيبيه اللي هو بيبقى غالي قوي يعني. انت لو لقيتي شويه كده ان انت هتفرموه في الخلاط يبقى سعرهم مرتاح، يعني بيبقى في كيلو ونص ب10، كيلو وربع ب10، على حسب ما هتلاقيه فيه ب5 جنيه. اصل انت هتجيبيه وهتفرميه في الخلاط بس يعني، فهو مش محتاج ان انت تجيبيه يعني تنقي اللي هي الدرجه الاولى يعني. بس انا عندي الفلفل في التلاجة احمر، واللي هو الحراق الشطه ده، هفرمه في الخلاط وهفرم معاه ميه في قلب الفلفل. وبعد كده هجيب ميه بقى على قد الليمون، بعد ما اسلق الليمون واغسله تحت الحنفيه كده مرتين ولا 3، ينزل الميه بتاعته، وهروح جايه رصاه في برطمانات. اي برطمان عندك بقى، بلاستيك، ازاز، جردل صغير، على حسب اللي متوفر عندك يعني. وهتكون الميه دي مظبطاها بملح ومظبطاها وحطاها، وتروحي جايه ايه مفضياها في قلب البرطمان على الليمون. بصوا انا نقيت شويه اهو، وهنقي منه شويه كمان. وعادي الشجر كده كده جنبنا، لما نعوزها نروح نجيب يعني، مش هنغلب يعني ولا حاجه ان احنا ايه نجيب ليمون ونكمل عليه. الحبه دول بقى هعملهم وهحط عليهم ميه هسلقهم، بس احنا لسه ما اتغديناش وقلنا هنتغدى الاول. الساعه كانت 6، وطبعا كل واحد قال ايه انا هاكل سندوتش واحد، وانا قلت لهم وانا كمان، وكل واحد هياخد شويه كركديه. وقلت ايه بقى، طبعا نوره مش ظاهره عشان نوره كانت بتصورنا ورا الكاميرا، وبطه راحت جابت شطه، وانا قلت اوريها لكم. راحت فتحت البرطمان ومش مكفيها الشطه اللي احنا حاطينها في البتاع، قالت لا انا عايزه شطه كمان يا ماما، زود شطه. فراحت جابت، قلت خلاص روحي هاتي شطه يا نوره، يا بطه، وهاتوا انا هاخد منك حبه. احنا بنحب الاكل حراق على فكره، حتى لو عملت بتنجان، لو عملنا فول بالصلصه، اي حاجه فبنحب تكون الاكل حراق فيه. بيبقى ليه طعم تاني كده، مهما حتى لو بيتعبنا برضو بيبقى ليه طعم تاني يعني. ايه بناكل ونعيط عادي، بناكل ونعيط عادي مش مشكله، بس اهم شيء ان احنا بنستطعم الاكل يعني، مش مشكله يعني. اهم شيء ان هو بيدي طعم للاكل، زي تعود يعني يا جماعه، زي ما تقولوا احنا اتعودنا والله كده بس. طب بس كل واحد خد له سندوتش اهوت، وقلنا بقى نتغدى. وبعد كده اقوم احط الليمون اسلقه على النار واسيبه لما يبرد خالص، واروح جايه غسلاه وحطاه بقى في البرطمانات واحط عليه الميه بتاعته. اعملي الطريقه دي هتدعي لي وتعجبك قوي، وهتحسي ان انت بتاكلي مخلل كده ليه طعم تاني، مخلل الليمون ده كده. في ناس بقى ممكن تعمله بعصفر او حاجه. سويتي بتعملي معايا طريقة. ايوه، ما انا هعملها وانا بعملها بقى اصورها برضو، هنزل لكم الطريقه برضو. نوره بتقول ان انا اصور الطريقه وانا بعملها لكم، انا كده كده برضو وانا بعمل الطريقه هصورها لكم وهعرفكم برضو ايه بعد ما اسلقوا كده الطريقه اللي انا بعملها بيها. وفي ناس بقى بتعمله بعصفر وحاجات، بتجيب عصفر من عند وحبه البركه وحاجات كده من عند العطار، بتفتحيه قلب الليمونه 4 فصوص كده، وتحشي العصفر فيه، وتروحي جايه عاملاه بقى يعني ايه، ممكن يعني اللي هو تغلي الميه وتحطي فيها، مش لازم ان انت تسلقيه يعني علشان يبقى ماسك معاكي. وبتعملي برضو الميه بالدقه والحاجات دي، وترصيه في برطمان وتحطيه برضو عليه برضو. دي طريقه ودي طريقه، بس انا بصراحه ما بحبوش بالعصفر، انا جربته قبل كده وبحب الطريقه العاديه دي بقى، اللي هو بقى بتمسكيها زي ما هي كده الليمونه وتصفي ميتها وتاكليها، بتبقى جميله. وما بكترش الملح يا جماعه، يعني انا بظبط الملح اللي هو ايه يعني، بدوقه بحس ان الملح بتاعه مظبوط يعني بس. حاجه بتبقى في البيت وموجوده معاكي في اي وقت. ده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.